ازيكم يا جماعه؟ معاكم النهارده معانا فيديو جديد عن العروض والخصومات، واللي هو وقت غريب قوي من السنه ان احنا نعمل فيديو عن عروض وخصومات. يعني شهر فبراير احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين على الشهور الاخيره من السنه عشان البلاك فرايداي وكده، ولكن احنا مش محتاجين نستنى لاخر السنه عشان ناخد عروض. عشان تو بي سبونسر فيديو النهارده اللي عاملين عندنا اعلان، واللي يعني تاني مره يعملوا عندنا اعلان، فانا حابب اشكرهم جدا. عاملين ايه بقى؟ عاملين فبراير التوفير بمناسبه عيد ميلادهم اللي بيجي كل سنه في شهر 2، وعاملين فيه خصومات بتوصل لغايه 70%، وبالاخص عندهم خصومات قويه جدا جدا في اللابتوبس. والخصومات دي موجوده عندهم طول الشهر مش في يوم واحد بس. يعني يوم الاحد مثلا هيبقى فيه خصم على موبايل 16%، ويوم الاثنين هيبقى فيه خصم على بلاي ستيشن 4 بنسبه 22%، ويوم الثلاث هيبقى فيه خصم 50% على ساعه ذكيه. يعني طول ايام الاسبوع هيبقى فيه خصومات، ما عدا يوم الجمعه هيبقى فيه خصم بتاع كل يوم، ولكن هيبقى فيه فلاش سيل كمان معاه. طبعا كل التفاصيل دي تقدر تتابعها من خلال الويب سايت بتاعهم 2b.com.eg. طيب خلينا نخش في العروض بقى. يعني هو في عروض على كل الاجهزه الالكترونيه اللي ممكن تتخيلها، موبايلات وسماعات وسمارت باندز ولابتوبس وباور بانكس وحاجات غريبه. ولكن اكبر مفاجاه كانت عروض اللابتوبس. يعني هم عندهم لابتوبس بتبدا من 1800 جنيه. ده غير ان هم بقى عاملين حركه روشه جدا. لو انت معاك لابتوب قديم ومضايقك وعايز تغيره، تقدر تديهم اللابتوب القديم بتاعك وتاخد لابتوب جديد بخصم. تعالوا بقى نتعرف على شروط التبديل. انت دلوقتي لو عندك لابتوب قديم وعايز تبدله بواحد جديد، ايه الاوبشنات اللي عندهم في الموقع اللي تقدر تبدل بيها؟ في 2 لابتوبس بس. اللابتوب الاولاني هو لينوفو ايديا باد اس 145. ده بيجي مع بروسيسور انتل كور اي 5 8250. ده بروسيسور جيل 8 كواد كور مع 8 جيجا بايت رامات وهارد داخلي 1 تيرا بايت بس مش اس اس دي، وكارت شاشه نيفيديا ام اكس 110. كارت الشاشه ده بيديك فيديو ميموري 2 جيجا بايت. اللابتوب ده في العادي عندهم على الموقع ب 9300 جنيه، ولكن لو انت هتبدله باللابتوب القديم بتاعك وتدخل كود تريد ان اي 5 هتاخده ب 7000 جنيه. اهم حاجه بس ان اللابتوب القديم بتاعك يبقى شغال، يبقى فيه باور، يبقى بيترن اون، ايا كانت مواصفاته. حتى لو لابتوب قديم من التسعينات مثلا عادي جدا. طيب لو انت عايز اوبشن احسن من كده شويه، في برضو لابتوب تاني من لينوفو ايديا باد ال 340. ده بيجي بروسيسور جيل 9 انتل كور اي 7 6 كورس مع 16 جيجا بايت رامات ومساحه داخليه 512 اس اس دي، مش هارد درايف عادي. وبيجي مع كارت شاشه قوي جدا جي تي اكس 1650، وده اللي بيديك 4 جيجا بايت جرافيك ميموري. اللابتوب ده كانوا بيبيعوه ب 19000 جنيه، ولكن لو انت بدلته باي لابتوب قديم عندك هتدفع بس 15000 جنيه، يعني في تقريبا خصم 4000 جنيه. عمليه التبديل دي كلها ممكن تعملها اونلاين باستخدام البرومو كودز دي. هيجيلك مندوب لغايه البيت تديه اللابتوب القديم بتاعك وتاخد اللابتوب الجديد. او ممكن لو انت مش عايز تعمل الموضوع ده اونلاين، ممكن تروح لفرع من فروع 2 بي وتعمل عمليه التبادل دي هناك. بس اهم حاجه زي ما بقول لك ان اللابتوب القديم ده يكون بس بيشتغل، مش مهم قديم قد ايه. انا سالتهم في الموضوع ده، مش مهم ايا كان قدمه. فانت كده دلوقتي عندك اوبشنين اهو، لابتوب كور اي 5 ولابتوب كور اي 7. واحد في رينج 7000 جنيه وواحد في رينج 15000 جنيه. خلينا بقى نكمل فرجة على بقية العروض التانية. وطبعا كالعادة لازم يبقى في عروض قوية للموبايلات. يعني عندك السامسونج ام 30 اس ب 3400 جنيه، والايفون 8 بلس اللي هو المفترض بضمان محلي من الوكيل وبتاع ب 13000، وهنا ب 10400 جنيه وبنفس الضمان. فلو انت عايز تشتري ايفون بضمان محلي ده عرض كويس جدا. والهواوي بي 30 برو فلاج شيب بتاع هواوي نزل عليه عرض ومعاه هديه ساعه هواوي جي تي الجيل الاولاني ب 10999 11000. يعني الساعه دي لوحدها تقريبا ب 3000 جنيه او 2000 ونص، فكده الموبايل تقريبا واقف عليك ب 8000 جنيه. بي 30 برو ب 8000 جنيه كويس جدا. ولو انت عايز بقى تتسوق في اكسسوارز، يعني عندك سمارت باند بتبدا من 150 جنيه، وساعات ذكيه بتبدا من 500 جنيه، والجالاكسي واتش عليها خصم 1500 جنيه، يعني تقريبا سعرها ب 5200 جنيه. كنت عايز اجيب هذه الساعه، عايز اجربها، فيعني ممكن اشتريها. فخش بقى على الويب سايت بتاعهم عشان تعرف كل العروض. ممكن تروح لهم في كل الفروع بتاعهم. 2 بي عندهم فروع في كل انحاء الجمهوريه، يعني مش في القاهره بس، يعني في كل مكان. وبس كده، هو ده كان الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. متنسوش تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في العروض. العروض عجباني جدا بصراحه، في حاجات يعني اسعارها خرافيه، وبالاخص العروض بتاع اللابتوبس دي عجباني جدا. وحتى لو في بعض المنتجات تانية ممكن تلاقي اسعارها بره كده، فانت بره ممكن ما تلاقيش معاها ضمان، لكن هنا انت معاك ضمان محلي. يعني انت لو بتشتري حاجه من سامسونج هتبقى بضمان سامسونج عادي جدا، فده هيديك عامل طمانينه اكتر. بس كده، اشوفكم الفيديوهات الجايه. فيديوهات جايه كتير جدا. احنا خلاص رجعنا بقى وهنعمل فيديوهات كتير زي الشهور اللي فاتت. انا بقالي كتير قوي مريح ما عملتش فيديوهات، بس الشهر ده هيبقى فيه فيديوهات كتير ان شاء الله. يلا سلام.